تعقلوا شحال هذا فاش كنا كنمشيو للسيبر ولا كندخلوا اليوتيوب باش نتفرجوا في الاغاني، وكانوا كاع الفيديوهات تاع الموسيقى فيهم فيفو في الجنب، بحال جاستن بيبر، شاكيرا، كيري بيري، نيكي ميناج. كانت هذيك هي الموسيقى دوك الايامات. ولكن دابا قليل فاش كتشوفها ولا كتعرف اشنا هو الدور تاع فيفو اصلا. سلام، مرحبا بكم في فيديو جديده. ما تنساوش تخليو واحد لايك او كومنت فيه الاراء ديالكم. بلا ما نطول عليكم، اجي نشربوا اتاي بالدارجه. فيفو بدات في 2009 فاش يو ام جي و سوني ميوزك قرروا يتجمعوا ويقادوا لينا فيفو. اجي بعدا اشنا هما ديو ام جي و سوني؟ هاد يو ام جي و سوني هما شركات تاع الموسيقى تيصاوبوا اغاني وعندهم ارتيست تيماناجيوهم. قالوا اش نديروا؟ اجي نقادو نتفليكس تاع الاغاني. ولكن ماشي غير غادي يجيو ويديروها، خاص يكون عندهم واحد الربح. كلشي عارف باللي الفيديوهات في يوتيوب تيدخلوا الفلوس من الادز. والا شفنا اكثر عشرة الفيديوهات مشاهده في يوتيوب، اكثر من 50% منهم عندهم علاقه بفيفو، بحال ديسباسيتو، غانام ستايل، رور، وزيد وزيد. اون بليس شحال هذاك انت كتشوف فيفو كتعرف بلي هذاك هو الفيديو اوفيسيال، بلا ما تفكر كتدخل كتفرج فيه. المشكل بدا فاش فيفو نجحات. اكتشفوا انه بصح كانت كتدخل واحد الغوفوني اللي خيالي، واللي يوتيوب كانت كتستافد منه بزاف. فاش كان الفيديو كيتبوستا، اي فلوس كيدخلها كتاخد منها يوتيوب واحد النسبه، واللي بقى كتقسمو فيفو مع يو ام جي وسوني ميوزك، وعاد لارتيست ياخد النسبه ديالو. ففكروا وقالوا علاش ما نديروش بلاتفورم تاعنا بوحدنا، فيفو سيت ويب وابليكاسيون بحال نتفليكس، فين غادي نقدروا نحطوا لي فيديو ديالنا بلا ما نقسموا الريفوني مع يوتيوب. ولكن كان فات الفوت. المستمعين كان عندهم يوتيوب فيه الاغاني اللي تيبغيو، البلاي ليست تاعهم، لي كومونتير، لي لايك، سيفز وكل شيء. هادشي اللي خلى البلاتفورم فيفو تفشل في 2018 وغادي تسد، وباللي لي زارتيست ديالهم غادي يبليو عندهم دي شين تاعهم بروبر. داكشي علاش بلاصه ما كتشوف كاردي بي فيفو غادي تشوف غير كاردي بي. فيفو ما فشلاتش وتسدات، ولكن باقا خدامه في الخفاء. كتقدم ميوزك فيديوز والبومز وكتمانجي ارتست، وحتى لدابا باقيين قادرين نشوفوها في شي بلايص في يوتيوب.